ايش رايك في الجحفلي؟ والله شوف اسطوره هلاليه طيب. يستاهل يعطيك يعني. العافيه. ولكن للمعلوميه يعني السهلاوي مزق الشباك الهلاليه يعني سنويا، يعني بشكل ما سبق لاعب يعني، وسجل في 6 مباريات طيب. متتاليه، حتى الكابتن ماجد عبد الله ما سواه، ورغم ذلك لم يصل او لم تلقبه الجماهير النصراويه باسطوره، لانها ترى ان لا زال امام اللاعب الشيء الكثير يقدمه. شكرا لك. ما يلامون يعني، طبعا اللي سواه النصر فيهم الموسم الماضي والموسم اللي قبله، يعني مثل اللي يتعلق بالقشه الان، يبحثون عن اي شيء على الاقل يعني يسددون لو جزء بسيط من يعني الطقطقه اللي صارت، وهذا شيء طبيعي. وكما يعني النصراوي يطقطق عليه ان يتحمل الهلالي عندما يطقطق عليه، وبالتالي هذا شيء طبيعي في كره القدم، ما يخرج يعني عن اطارها يعني المحترم، اطارها اللي يعني يبين الاخلاق الرياضيه. الحقيقة ما يلامون في ذلك، يعني نادي كبير مثل نادي الهلال يعني، ونادي بطولات، ونادي يعني أصبح يعني وصل لمرحلة، أو جماهيره وصلت لمرحلة أنها تضع لاعب جديد في الفريق بسبب تسجيل هدف في نادي النصر، أصبح يمكن أسطورة عندهم. وهذا الحقيقة يعطيك مؤشر على النظرة الآن اللي ينظرها الجماهير الهلالية لنادي النصر، يعني نظرة يجب أن يعتز بها النصراويين. لو ما أصبحوا الآن إذا كانوا يضعون لاعب سجل في فريقهم هدف هو أسطورة، رغم أنه هدف غير شرعي أصلا إذا نرجع للعمليات. والله بس أنا ما أحب أتكلم عن التحكيم، ولكن في النهاية عندما يضعون لاعب سجل في النصر هدف أسطورة، هذا يعطيك يعني أهمية وفخامة ويعني أن نادي النصر أصبح يشكل يعني بعبع كبير لنادي الهلال، وهذا لصالح كرة القدم السعودية. عودة النصر بهذا الشكل ما كان يمكن أكثر المتفائلين يتوقعها، يعني سواء الموسم اللي قبل الماضي أو الموسم الماضي، وبالتالي إذا كان النصراوي ما توقعوها بهذا الشكل فما بالك الهلاليين. وبالتالي يعني ما حدث أمر لا يمكن أن ينسى، أو أمر لا يمكن أن يتقبله أي مشجع لناديه، وأن تكون عودة النصر من خلال نادي الهلال وعلى حساب نجمهم المفضل الكابتن سامي الجابر. هذا لا شك يمكنها كانت يعني قوية عليهم وصعبة جدا يعني أنهم يتقبلون بعد السنة، وبالتالي كانوا ينتظرون أي شيء على أساس يحاولون من خلاله يعني رد شيء بسيط. وهذه حلاوة كرة القدم الحقيقة، أن يكون فيها نوع من الطقطقة، بس بشرط أن لا تصل إلى حد الشتم أو الإساءة، أو إذا كانت في هذه الحدود مقبولة سواء من النصراويين أو من الهلاليين. لكن في النهاية ما يحدث هو مكسب لكرة القدم السعودية. هذا التنافس بين النصر والهلال أنا من وجهة نظري أنه لصالح كرة القدم السعودية. إحنا شاهدنا الآن تشكيلة المنتخب سابقا ما كان يحضر فيها إلا لاعب أو لاعبين، الآن أصبح ينضم لها 6 7. إذن العملية في النهاية لصالح كرة القدم السعودية.